أغلب المواقع نشرت في الساعات الأخيرة خبر بيقول إن مسؤول في الزمالك أعلن إن الزمالك وضع خطة سرية لضم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، وده هيكون عن طريق إرسال عروض أوروبية للنادي الأهلي بتطلب فيها ضم اللاعب، وإن الحكاية دي هتكون ردا على ضم الأهلي للاعبي الزمالك في الفترة الأخيرة واللي بدأت بكهربا، ويقال إن إمام عاشور هو الآخر وقع للنادي الأهلي. وبعيدا اصلا عن ان الزمالك ما معهوش حتى تمن حجز تذكرة طيران لاحمد عبد القادر، وبعيدا كمان عن ان ايه اصلا اللي يخلي اي لاعب عاقل يسيب الاهلي ويسيب البطولات ويسيب كل حاجة حلوة ويفرهد نفسه ويروح في كوبري عشان يرجع على الزمالك يتشتم ويتبهدل وما ياخدش فلوسه، وفوق ده كله يتصور في فيديوهات وهو واقف موطي راسه جنب رئيس النادي ويكون مسار لسخرية الكل. يبقى السؤال الأهم، هو ازاي اصلا دي كده بقت خطة سرية لرد الاعتبار؟ هل في خطة سرية بتعلن في الاعلام وبيكون كل المواقع نشرة تفاصيلها وكل الناس عارفة ايه قصتها من الاول للاخر؟ الحكاية بصراحة مضحكة جدا، ويظل الزمالك هو نادي الضحك في مصر. لكن خلونا بقى بما انه بنتكلم عن صفقات وانتقالات، فخلينا نتكلم عن موقف الاهلي حاليا في سوق الانتقالات. الحقيقة ان موقف الاهلي السنة دي بالتحديد هو الافضل في الساحة، هو واقف لوحده تماما. فالأول مرة من سنين طويلة جدا تكون كل الأندية عاجزة عن إنها تدخل سوق الانتقالات بأي قوة. فلو اتكلمنا عن معظم الأندية، لو بدأنا ببيراميدز مثلا اللي كان معروف بقوته الشرائية في السنين اللي فاتت، واضح إن بيراميدز السنة دي مختلف تماما عن السنين اللي فاتت، وهو تقريبا وضح موقفه من خلال إنه هيشتغل على نوعية مختلفة للمستقبل، وده بنشوفه من خلال ضمه للاعبي الزمالك الصغار سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه، وحتى إنه كمان قرر إنه ما يفعلش بند شراء عقد مصطفى فتحي من نادي التعاون السعودي. والكلام اللي تردد عن إمام عاشور فيقال إنه فضل الانضمام للأهلي حتى الصفقة دي غير مضمونة، ويبدو كمان إن بيراميدز شاف إن الشغلانة بهوقت جامد منه وبقى صارف مليارات، فبدأ يقول لك كده خربانة وكده خربانة ومحصلة بعضها، فمش فارقة إنه يشتري لعيبة بأسعار غالية من أسعار رخيصة. فمن الواضح إنه مش هيصرف كتير زي ما هو متعود، وهيشتغل على ليميت معين من المصروفات أقل بكتير من السنين اللي فاتت. أما الزمالك فحالته ومشاكله المادية بقت صعبة جدا، وبقت الأمور كلها واضحة إنه هيعاني جدا في الفترة اللي جاية، وكمان جت عقوبة الاتحاد الدولي الأخيرة بإنه لازم يدفع 1,100,000 دولار فورا لسبورتنج لشبونة البرتغالي بسبب عقوبة شيكابالا. فمن الواضح كمان إن دي ضربة قاصمة للظهر، ومش هيعرف يأيد أي صفقات، ولو ما دفعش وهو غالبا مش هيدفع، وقد يضطر أصلا إنه ما يشتريش أي لاعب في الموسم ده. ونروح فيوتشر مع اقتراب عقود بعض لاعبيه من الانتهاء ما دخلش أصلا في أي صفقة قوية، بل إنه بدأ في التفاوض على بيع اللي هينتهي عقودهم من لاعبيه خوفا من إنهم يرحلوا مجانا. وبالنسبة للأندية الخاصة بالشركات أو المؤسسات اللي المفترض إن معاها فلوس إلى حد ما زي فاركو والبنك الأهلي، فمعروف إن طموحاتهم أصلا بتكون في الجزء الأوسط من الدوري، وده لا يتطلب عقد صفقات باهظة الأسعار، وغالبا هينتظروا بعض الصفقات من الأهلي والزمالك اللي هيرحل عن الناديين أو اللي هيتم إعارته. وبالنسبة للأندية اللي ذات قوة مالية كبيرة فمش باقي غير نادي زد المملوك لعائلة ساويرس. والمعروف عن عائلة ساويرس اللي هي بتمتلك النادي إن هي ما بتصرفش كتير، وده من واقع تجربة نادي الجونة. وكمان تمسك النادي ب 14 لاعب من اللي كانوا مع الفريق في دوري الدرجة الأولى بيؤكد إنه تقريبا مش منتظر إلا الإعارات من لاعبي الأندية الأخرى، لأنه قرار زي ده بيوضح توجه النادي إنه غالبا مش هيصرف كتير، وإنه في الأغلب الأعم هيعقد صفقات قليلة جدا، وهيكون الأغلب فيها إعارات من الأندية زي الأهلي والزمالك. من هنا أعتقد إن الفرصة دي تخليك تجيب أي لاعب أنت محتاجه بأقل سعر، لأنه مفيش منافسة فعلية على أي لاعب، وده طبعا بخلاف السنين اللي فاتت اللي كان فيها الوضع مختلف تماما. فالصفقات المحلية أيا كانت أسمائها وأيا كان النادي اللي هيتم معاه الصفقة، ما عادش فيه أي مبرر أبدا للمغالاة في السعر، لأنه مفيش منافسة أصلا على أي لاعب، وده بيخليك تكون مطمن للفترة اللي جاية على صفقات النادي الأهلي إنه غالبا هتكون صفقات بأسعار معقولة، وكمان هتدي فرصة للتعاقد مع العدد الأكبر من اللاعبين اللي أنت عايزه، وده مطلوب جدا حتى ولو كان الأهلي مقدم موسم ناجح جدا جدا، ولكنه
مطلوب التدعيم وفورا لأسباب كتيرة. أولا أنت عندك لعيبة سنها بدأ يكبر، وثانيا الموسم اللي جاي صعب جدا جدا من البطولات اللي بيشتمل عليها، واللي تعتبر هيكون موسم من أصعب المواسم. بطولات دولية للأندية زائد بطولة أفريقيا وتصفيات كأس العالم للمنتخب. فبالنسبة للأهلي فهو هيشارك طبعا في البطولات المحلية، الدوري والكاس وكاس السوبر، بالإضافة كمان إلى استكمال كاس مصر اللي هو من الموسم اللي احنا فيه دلوقتي. وعلى المستوى الأفريقي عندك بطولة دوري السوبر الإفريقي اللي هي البطولة الجديدة اللي هيشارك فيها النادي الأهلي، وطبعا كاس السوبر الإفريقي زائد دوري أبطال إفريقيا. وده كله مش بمعزل عن ان المنتخب هيشارك في كأس افريقيا في شهر يناير اللي جاي، وكمان هيكون في تصفيات كأس العالم 2026. ما يعني ان الموسم اللي جاي هيكون في منتهى الصعوبة، واذا كان المواسم اللي فاتت صعبة فالموسم اللي جاي هيكون اصعب منهم وبكتير كمان، في ظل كل المشاركات اللي فيه في الفترة اللي جاية. فالتدعيم بأكبر عدد من اللاعبين مطلوب جدا، فمش مستبعد ان الاهلي يضم من 5 إلى 6 لاعبين في الفترة اللي جاية، وطبعا من ضمنهم لاعب اجنبي بديلا لبرونو سافيو اللي رحل بنهاية الموسم ده. تحياتي.